في العاصمة الجزائر عقد اجتماع جديد بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره فيما يعرف بالجمهورية الصحراوية. اللقاء جاء حسب البيان الرسمي لمناقشة مستجدات ملف الصحراء وتطورات قرار مجلس الأمن الأخير. الطرفان أكدا على استمرار التنسيق السياسي وتعزيز ما وصفاه بالعلاقات الأخوية، غير أن المتابعين رأوا في ذلك مجرد تكرار لخطاب قديم دون أي مخرج جديد. وفي كلمته جدد الوزير الجزائري دعم بلاده لما يسميه بحق تقرير المصير، فيما أشاد نظيره الصحراوي بما وصفه بالموقف الثابت للدبلوماسية الجزائرية، غير أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الحوار كان أقرب إلى تحرك إعلامي للتعويض عن الخيبة التي سببها قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد دعمه للحل السياسي الواقعي، وأشاد بجهود المغرب في الأقاليم الجنوبية. وبذلك يبدو أن الاجتماع جاء أكثر كخطوة تكتيكية للتماسك الداخلي دون أن يقدم أي جديد في الواقع، كلمات مكررة ومشاهد سياسية تتكرر كل عام بدون نتيجة تذكر. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.